طول ما انتي خايفة تظهري ضعفك وبتعتبريه نوع من الانهزام، أو خايفة تسيبي الأمور للظروف، أو خايفة تعتمدي على حد غيرك، وعندك رغبة في التحكم في كل التفاصيل حتى في الأمور الصغيرة، أو بتحسي بالذنب لو ارتحتي شوية أو قعدتي شوية من غير ما تعملي حاجة، هتفضلي حاسة بإرهاق مزمن اللي بنسميه بيرن أوت، لأنك بتعملي حاجة ضد طبيعتك وعايشة في حالة مقاومة وسعي مستمر. طاقة الذكورة مهمة لأي بنت، لأن من غيرها البنت بتكون ضايعة وبتكون مشتتة. طاقة الذكورة شعارها أنا أفعل، يعني التخطيط، الحماية، التفكير بمنطقية، وضع الحدود، وده اللي بيخلي البنت تعرف تخطط لمستقبلها، تقدر تشتغل أو تتعلم، وتقدر تحمي ولادها وتاخد القرارات بمنطقية وحكمة. لكن ما ينفعش نسبة طاقة الذكورة عند البنت تزيد عن 30%، والنسبة دي بتتغير حسب الموقف، يعني في الشغل والدراسة ممكن ترتفع طاقة الذكورة ل70%، لكن لازم أول ما ترجعي البيت النسبة دي تقل وترجعي لطبيعتك وطاقتك الأنثوية تاني. لازم يكون عندك قدرة إنك تنتقلي بين الطاقتين حسب الموقف. هقولك مفاتيح تشغلي بيها طاقة الأنوثة. أول مفتاح إن الطاقة الأنثوية مكانها الحواس، عكس الطاقة الذكورية مكانها العقل. فأول ما تخلصي مهامك اليومية خدي شاور بمية دافية، رشي أي عطر بتحبيه، واعملي مساج لإيدك بكريم مرطب، والبسي هدوم تكون فضفاضة ومريحة، وكلي أو اشربي أي حاجة بتحبيها. احنا كده بنشغل الحواس وبنفصل العقل. المفتاح التاني هو الصمت بيعيد شحن طاقتك الداخلية، فاقعدي ساكتة من غير تليفون لمدة تلت ساعة، لأن التليفون هيخلي عقلك في حالة تنبيه. احنا عايزين نفصل دماغنا خالص. المفتاح التالت اتدربي على الاستقبال، يعني تعودي انك تقبلي عادي المساعدة، تقبلي المدح بابتسامة وكلمة شكرا، من غير ما تحاولي انك تردي الجميل على طول او انك تحسي بالذنب. عادي. الحاجة التانية انك اتدربي انك مش لازم انتي اللي تقرري كل حاجة، مش لازم انتي اللي تتحملي مسؤولية انك لازم تاخدي قرارات كل حاجة في الحياة. في حاجات انتي لازم هتعمليها، وفي حاجات كتير ممكن حد غيرك هو اللي يكون مسؤول عنها. المفتاح الرابع اني اعمل اي نشاط بدون هدف، يعني انا مش عايزة انجز شيء معين، انا هعمل النشاط ده عشان انبسط بس. يعني مثال، هخرج اتمشى، مش هحدد مسافة معينة ولا هحدد وقت معين. مش بمشي عشان اخس او عشان رياضة، انا بمشي عشان انبسط. اخر حاجة قبل ما تنامي اكتبي تو دو ليست الحاجات الضرورية اللي انتي محتاجة هتعمليها بكرة، لان النقطة دي بتخلي ان خلاص انتي مطمنة ان الحاجة اللي انتي عايزة تعمليها بكرة مكتوبة، فانتي مش هتنسيها، فهتبطلي تفكري في الحاجة دي طول الليل، فهتنيمي باسترخاء يعني. اما لو حاسة بالعكس، يعني حاسة ان عندك كسل وتشتت وصعب انك تاخدي قرار، فانتي كده طاقة الذكورة عندك قليلة، واحنا محتاجين الاتنين، يعني الولد او البنت محتاجين النوعين بس نسب مختلفة. فاتدربي على حاجتين، الحاجة الأولى إنك تقولي لأ لأي حاجة بتضيع وقتك، لأن الحزم صفة ذكورية جدا. الحاجة التانية، لما تتعرضي لأي مشكلة أو أي موقف صعب حاولي تفككي الموضوع لخطوات منطقية للحل، بدل ما تغرقي في المشاعر اللي مرتبطة بالموضوع ده. يعني دوري على حلول.